السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معانا النهاردة فيديو جديد وروتين جديد ومعانا أكلة جديدة. حطوا لايك يلا وشوفي ايه اللي معانا. دلوقتي زي ما انتوا شايفين ده سمك بوري. 4 حبايات كيلو. دلوقتي ماما كانت قاعدة بتشويه يعني. وانا كنت رايحة بس اتأخرت، وهي ماما جهزت الأكل على ما اروح. دلوقتي هي طلعت البوري وانا رشيت عليه ملح، كنت قاعدة بملحه. ده الدقة ديت ملح على كمون على كزبرة. ما بنحبش نعمله مية، احنا بنحب نعمله ناشف كده. وما بنغطيه بيعرق وبيبقى حلو. زي ما انتوا شايفين كده انا ملحت كمون وكزبرة وملح. وبعصر عليه ليمونه اهوت، وهديله رشه بقدونس وخلاص. صلوا على النبي بقى يا جماعه كده، وحط له لايك وكومنت حلو مني كده. رشه خضره عليه اهوت، الله على الجمال. مش محتاج اي حاجه غير عيش وطحينه وسلطه ده خضر. زي ما انتوا شايفين كده بقى، عصرت عليه ليمونه اهوت. ده الطبق التاني بألف هنا وشفا يا رب للي كل. وتسلم ايد ماما طبعا يا جماعه. هنا بقى كان الاكل خلص زي ما انتوا شايفين، رز حبه وحبه وسلطه ومخلل و... والبتاع والبوري وبطاطس محمره وبولتي مقلي صغير. زي ما انتوا شايفين كده، الله على الجمال. اهو. اكله السمك ديت بقى مش محتاجه اي كلام. اهو. ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده. كنا بقى، وبعد ما كنا قلنا نروق مكاننا في المطبخ، هنغسل البوتاجاز وفي طبقنا هنشطفهم ونعلق على الشاي. ونظبط الدنيا كده مكان ما كنا واقفين في المطبخ عشان نقعد بقى وخلاص كده. طبعا انتوا عارفين قعدة الاخوات بقى لما تتلم عند امها وكده. ربنا يسعدكم ويفرحكم يا رب. معلش، هو بوتاجاز امي بعافية شوية. دلوقتي بقى غسلت الفوطة، بغسل الفوطة طبعا مرتين. وبلمعه بقى زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما يبقاش عليه اي حاجة. كده خلاص خلصت البوتاجاز، هروح بقى على الحوض نشطف الطبقين اللي هناك. مش عارفة التليفون كان فيه والله، دايما بيعمل معايا الدنيا كده. وزي ما انتوا شايفين بقى، دلوقتي جينا على الحوض في طبقين هنشطفهم. واحنا واقفين بندردش كده مع بعض برضه. صلوا على النبي كده يا جماعة واستغفروا كتير. يعني كتر الاستغفار بيجلب الرزق وبيريح القلب إلا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما انتوا شايفين كده بقى. طبعا مش مستاهلين اصلا. هو اكلة السمك معالق وطباق. اه. بنهضم اللقمة. حاجة احط الحلة هتقع عليا، شفتم؟ اه. اسكت يا بق. يا بق اسكت يا بق. زي ما انتوا شايفين كده بقى. والله اكلة السمك ديت، بص، الواحد بياكلها من هنا ويحس ان هو خلاص كبس على النوم من هنا. زي ما انتوا شايفين بقى، غسلنا البوتاجاز وغسلنا الدنيا وعلقنا على الشاي. وكانت الكوبايات هنا اهيت، وكنا مش عارفة في ايه وفي ايه يا جدعان. هنا بقى كنت بكب مية وبخلص اشد بالمساحة، والمساحة الحمد لله اتكسرت مني وانا بشد المية. ايه ده بركة يا جدعان، ايه ده بركة. كب مية تاني عشان البلاط يبقى نضيف. ونظبط الدنيا بقى عشان نروح نقعد. اه. ودلوقتي برضك هجيب الفوط بتاع المطبخ اغسلها وانا واقفة برضو ونمسحها وننشفها وخلاص بقى كده نغسل الحوض غسلة محترمة بقى عشان يبقى احنا كده عملنا اللي علينا. حطوا لايك بقى وما تسرحيش. وزي ما انتوا شايفين كده، لمعنا الدنيا وخلصنا الدنيا وكنا معلقين على شاي اهوت. وبس كده. ونيجي بقى للعظمة دي، احنا بنجيب البطاطا، بنفرش ورق في الأرضية وبنحط البطاطا وطبقة سكر وطبقة بطاطا وطبقة سكر. ونحط عليهم كيسين فانيليا وبنحط لهم كوباية مية ونسيبها تستوي في عرقها على البوتاجاز. وبنطلعها زي المتكرملة كده، احنا بنحبش ناكلها الا كده، بنحبهاش مشوية. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هسيبها بقى تعمل مع نفسها في عرقها.
وبغطي عليها بورق من فوق كمان، والغطا بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى تقعد على البوتاجاز مع نفسها كده وخلاص كده كانت طلعت بقى. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين متكرمله وحلوه، واحنا بنحبها كده وعيالنا بتحبها كده. جربوا الطريقه دي يا جماعه، حلوه وبتدفي والله بما اننا في الشتاء، والبطاطا مغذيه جدا. وكده هيكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون قدرت افيدكم بحاجه. الى اللقاء، اشوفكم في فيديو جديد. مع